في شباب كتير بيفضلوا من الهروب عن انه يواجه. تعرف الهروب من ايه؟ بتكلم عن الهروب من التجنيد. بس تعال نجاوب بصراحة، انت متخلف عن التجنيد ولا عندك عذر قانوني؟ اولا لازم نعرف ان في فرق كبير جدا بين المتهرب من التجنيد والمتخلف عن التجنيد. المتهرب هو اللي حاول يزور او يقدم اوراق مضروبة او يغير في بياناته علشان ما يدخلش الجيش، ودي جناية وعقوبتها السجن لحد 5 سنين. انما المتخلف هو اللي وصل لسن التجنيد وما قدمش نفسه للتجنيد في الميعاد المحدد من غير تزوير او تحايل، ودي جنحة وعقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، وأحيانا بيتحكم بالعقوبتين مع بعض. طب إيه الحل؟ لو عديت سن 30 سنة هنا يبقى ليك الحق إنك تقدم نفسك وتطلب إنهاء موقفك بالتخلف، وبيتحول الأمر لمحاكمة بسيطة غالبا بتنتهي بالغرامة طالما مفيش أي تزوير أو مخالفة تانية. ولو المتخلف عن التجنيد بلغ أكتر من 45 سنة فبتنقضي عقوبة التخلف عن التجنيد وما بيتمش حبسه أو تغريمه. بس خليك فاكر، طول ما أنت متخلف فأنت مش قادر تشتغل في الحكومة ومش هتعرف تسافر، حتى مش هتعرف تستخرج جواز سفر، يعني رسميا ممنوع من الحياة الطبيعية. لو عندك عذر قدمه، لو متخلف واجه، بس بلاش تزور، لأنك ساعتها بتدخل نفسك في جريمة القانون مش بيرحم فيها. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.